أصدقاء الدحيحة من كل مكان في الجمهورية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم الدحيحة مع الدحيح الكبير دكتور كرولوس ناروز. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم أهم الأسئلة ومراجعة ليلة الامتحان على يعني النهارده بنكمل الثري ليسونز، خلاص امتحان الشهر داخل عليهم. لمينا لك أهم الأسئلة في الفيديو ده. اطمن، اسمع الفيديو ده وكل اللي عليك انك تكون مركز بس جوه الفيديو، هتلاقي كل حاجه متظبطه ليك ان شاء الله. معايا يا صديقي؟ يلا بينا نبدا ونشوف الاسئله بتاعتنا النهارده بتقول ايه. نبدا كده يا صديقي معانا بالكويشن نمبر 1. يلا بينا نشوف بيقول لنا ايه. كويشن نمبر بيقول which of the following process illustrate the rule of biosphere. biosphere influence the components of atmosphere. طيب مين من البروسيس دي بتبين كده الرول في بتاع البايوسفير مع الكومبوننت بتاعت الاتموسفير؟ تعال نشوف كده. A plant absorb carbon dioxide to produce food. صح، البلانت من البايوسفير والكربون دايوكسيد من الاتموسفير، ده يا ولاد اسمه انتجريشن او انفلونس، ده تأثير. يبقى كده your answer will be، ايوه your answer will be، يلا نشتغل باللون ده حلو قوي. your answer will be A اهو، your answer will be A. ماشي، اللي بعده the accumulation of dead organisms، يعني الكائنات الميتة لما تتراكم remain over million of years. يا لهوي، ده لملايين السنين، ده كده هتطلع بتروليوم ولا ايه؟ طيب بيقول لك leads to formation of fossil fuels such as coal and oil within earth's crust. This is proof that، يلا biosphere control the formation of minerals. لا مش صح. طب the biosphere contribute to formation of lithosphere resources. تصدق صح، تصدق صح. يا مستر، هي دي الإجابة، إن البايوسفير بيساهم في تكوين اللي هي إيه، الموارد أو الحاجات اللي موجودة في الغلاف الصخري طبعا يا ولاد زي البتروليوم. يبقى هي دي الإجابة بتاعتنا. اللي بعده A farmer noticed that his crop grow better. المحاصيل بتاعته بتكبر كويس. يا سيدي ربنا يزودهم لك، يعني هنقول لك إيه؟ ربنا يزودهم لك. In the soil rich in earthworm، الديدان فيها ديدان كتيرة compared to the soil without them. طيب which of the following statement applies the concept of interaction between البايوسفير والليثوسفير to explain this؟ في interaction، في تفاعل ما بين الليثوسفير والايه يا اولاد؟ ايوه والبايوسفير. تعالى بقى ابين لك الانتراكشن ده حصل ازاي. worms absorb sunlight. لا، هي عمرها ما هتابزورب السانلايت يا دكتور، مش دي الإجابة. طب worms release nitrogen gas directly into atmosphere. لا برضه يا دكتور، لا. مين قال إن هي بتطلع ده؟ غلط. طب worms aerate the soil. aerate يا ولاد يعني بتهوي the soil and decompose organic matter within it. طبعا دي من أهم شغلة الديدان يا ولاد، إنها تعمل على، يعني زي ما بيقول كده aerate the soil، تهوية التربة، تهوية التربة. تعال نشوف السؤال اللي بعده. Scientists search for ancient carbon traces in certain layers of sedimentary rocks. ماشي، هم لقيوا كربون قديم في السedimentary rocks اللي هي الصخور الرسوبية to estimate the age of forests. تمام. that existed in the area. This scientific activity relays on the fact that. طب هم دلوقتي يا جماعة لقيوا كربون وحاجات كده ليها ملايين السنين بقايا طبعا، والحاجات دي موجودة يا ولاد في الصخور الرسوبية. تعالوا نشوف بيقول لك ايه. the lithosphere takes carbon from atmosphere، ولا ركز معايا hydrosphere convert living organism into rocks. لا طبعا. the biosphere is what creates sedimentary rocks. remain of biosphere are preserved and become a part of lithosphere. ايوه هي دي الاجابه، هي دي الاجابه يا ولاد، هي دي الاجابه. الكائنات الحيه اللي بتموت والحاجات اللي بتموت يا ولاد وليها ملايين السنين واتدفنت، هي جزء من الليثوسفير اللي هو الغلاف الصخري. يلا تعالى نكمل. factory disposed of its chemical waste into river. بيرمي النفايات بتاعته في الماء في النهر. after a while scientists note that the death of all algae. كل الطحالب ماتت في الريفر. طيب which caused an increase in a percentage of carbon dioxide gas in the air.
يعني خلاص طالما الالجي ماتت طبعا هي بتاخد الكربون دايوكسيد، فبيقول لك ان الكربون دايوكسيد يا اولاد كميته زادت. gas in the air surrounding this area. How do you evaluate this situation in terms of spheres interaction؟ التكامل بين الطبقات. The imbalance started in the atmosphere. ده كلام حقيقي. Then moved to hydrosphere. ده كلام حقيقي. And lithosphere. لا، هو ايه اللي جاب الليثوسفير في الموضوع؟ لا، غلط. Pollution in the hydrosphere disrupted. خلي بالك disrupted the biosphere's function. صح. المشكلة اللي حصلت في الهيدروسفير عملت مشكلة في البايوسفيرز فانكشن. صح. in a purifying the atmosphere. صح. ما هو انت في مشكلة حصلت، المشكلة حصلت راحة للهيدروسفير، الهيدروسفير الالج اللي فيه ماتت، وبالتالي هي ما بقتش تاخد الكربون دايوكسيد علشان تنظف الجو اللي حواليه، فطبعا your answer will be B. هي دي الإجابة بتاعتك. خلاص كده، شوف اللي بعده. 6. Which of the following organism represent the link that return matter from final consumer. final consumer يقصد بيها مثلا زي الليونز مثلا. خلاص كده. to producer، يعني من الاخر كده لما الفاينل اللي هو يقصد بيها ايه يا اولاد؟ اي حاجه بتموت كبيره من الهاي اورجانيزم. الهاي اورجانيزم لما بتموت في حاجات بتحللها، المفروض هنا كان يقول لك الديكومبوزرز هي اللي بترجع من الهاي اورجانيزم بتحولها للبروديوسرز اللي عندنا اللي هم البلانت. طبعا هنا عايز يجيب لك بس ما ظبطتش معاه، جايب لك الالجي، الهوك، الفانجي. طبعا هي اقرب حاجه ليها هي الفانجي. فانجي يا اولاد، الفطريات. يلا. Which of the following process represent an interaction that link the biosphere and the atmosphere and the lithosphere all at once؟ ركز معايا، مهمة جدا. all at once. طيب. Animals breathing oxygen. صح. بس فين التكامل بقى؟ ده انت كده عامل يعني interaction between البايوسفير والاتموسفير. طب be plant absorbing water and salt and carbon dioxide to produce food. صح. لا، دي بقى كل حاجه دخلت في بعض. بمعنى ايه؟ انت حضرتك البلانت بتابزورب الووتر والسولت، دي يعني الووتر من الهيدروسفير والسولت من الليثوسفير والكربون دايوكسيد من الاتموسفير تو بروديوس فود. يبقى دي كل حاجه مع بعض. دي هي الاجابه. اللي بعده energy exchange. ركز. energy exchange in the biosphere occur primarily through. انا عايزك تركز، هو بيقول لك الانرجي اكسشينج تبادل، ايوه، الطاقه in the biosphere. طيب يا اولاد بيحصل فين يا اولاد بالظبط؟ تعال نشوف كده. الروكس، من خلال الروكس؟ لا طبعا غلط. wind movement only؟ لا، عمر ما الويند يا اولاد تنقل طاقه. لا. food chain and webs؟ ايوه هي دي الاجابه الصح. مش الانرجي يا اولاد بتتنقل من ترافيك ليفل لليفل تاني؟ يبقى الانتر اكشن ده هو اللي بينقل الانرجي، ده اللي السبب الاساسي الاولي اللي بيبتدي من خلاله ننقل الطاقه. 9. A herd of antelope. ده نوع من الحيوانات اللي بيعيش في الافريكان سافانا at a specific type. الله. a specific type. specific time represent the level of. اولا هو مش individual organism، ده مش individual organism يا اولاد. غلط، ما ينفعش تقول عليه individual organism لوحده، لان هو قال لك specific time. كلمه specific time specific area، ركز في الكلام ده كله. specific time specific area. هرجع اقول لك دلوقتي الاجابه بتاعتها، بس ركز اشرح لك كلهم. البايوم او البايوم، لا، البايوم هو عباره عن ايه يا اولاد؟ عباره عن كذا ايكو سيستم مع بعض، زي مثلا الصحراء، زي مثلا الفورستس، الغابات، كذا ايكو سيستم مع بعض. طب الليثوسفير، طب ايه اللي دخل الليثوسفير دلوقتي؟ لا طبعا. طب بيولوجيكال بوبيوليشن، ايوه دي بنسميها بيولوجيكال بوبيوليشن. بيولوجيكال بوبيوليشن. خلاص يا اولاد، تمام كده، يبقى دي بيولوجيكال بوبيوليشن. ماشي. اللي بعده the basic building block the biosphere in Hercury is. ايوه. ايه يا ولاد اللي بيملأ البيزك اللي من خلاله بنملأ كل حاجه؟ طبعا هتلاقي هو الفرد الواحد.
انت وانا والحيوان الواحد كل حاجه. الانديفيدوال يا اولاد هي البيز يونت اللي بنبني عليها البايوسفير. الانديفيدوال اللي بعده the diversity of organisms in rainforests differs from desert due to. تعال نشوف بقى ايه اللي مختلف يعني بين الاثنين. يلا. difference in the type of consumer organisms only ولا difference in climatic characteristics ولا the lithosphere is missing in a forest. هو بيقول لك الدايفرستي. الدايفرستي لازم يا اولاد تبقى فاهم. هو بيقول لك في تنوع في الاورجانيزم في الرين فورستس عن الديزرت. ايه الفكره؟ ايه الاختلاف؟ طبعا يا اولاد انا هنا لما بتكلم على يعني الاختلاف ما بين الاثنين انا لازم اركز بقى على حاجه مهمه جدا، وهي اكيد الجو بتاع الفورستس مش زي الجو بتاع الديزرت. فاولاد الاثنين اجواءهم مختلفه، لكن هو بيقول لك difference in the type of consumer عادي. ما هنا في برايمري كونسيومر وفي سكندري كونسيومر وترشري وكل واحده فيها كونسيومر، بس مش ده الاختلاف. الفكره ان كل واحده ليها كلايمت مختلف، فيها مناخ مختلف. يبقى الديفرنس، ايوه الديفرنس ان كلايماتيك weather. طيب climatic change sorry او climatic difference when a several ecosystem share similar climatic characteristics. دي مهمة. and خلي بالك مهمة بالنسبة لي جدا، ومهم جدا يا صديقي ان حضرتك تعرف تفرق الفرق ما بينهم او تفهم الفرق ما بينهم كويس قوي. هو بيقول لك when several ecosystem كذا ايكو سيستم. انا قلت لك من شويه كذا ايكو سيستم زي مثلا الديزرت زي الفورستس مع بعض. طيب هيعملوا ايه بقى؟ and dominant organisms وفيهم organisms معينه. ماشي. they form what is known as biosphere. لا يا اولاد البايوسفير عباره عن كذا بايوم. طب بايو انفايرمنت؟ لا. بيولوجيكال كوميونتي. قلنا البيولوجيكال كوميونتي يا اولاد هي عباره عن ايه بقى؟ اللي مركز يقول لي البيولوجيكال كوميونتي عباره عن حاجتين اتنين مثلا مع بعض، عباره عن فورستس يعني غابه واحده. لكن هو بيتكلم معاك similar in climatic characteristics and dominant organisms. نفس الاورجانيزمز ونفس الكلايماتيك كاركترز. يبقى على طول يا اولاد تحفظها. ايوه البيوم. البيوم مهمه جدا. طيب تعالى بقى نرتب دي حلوه قوي. which of the following represents the correct hierarchy from the most specific to the most general. ماشي تعالى نرتبهم. بص بقى يا صديقي، لازم نبقى عارفين ان الحاجه الكبيره هي البايوسفير. مين قبل البايوسفير؟ قلنا البيوم. البيوم هو عباره عن كذا ايكو سيستم. طيب يبقى تعالى نشوف كده الترتيب. يبقى هقول له اول حاجه الايكو سيستم. ايكو سيستم مع ايكو سيستم يكون لي بايوم، بايوم مع بايوم يكون لي بايوسفير. يبقى الترتيب الصح يا اولاد هو ايه؟ ايوه هو ايه. دي مهمة جدا، ركز على الترتيب ده. يبقى هقولها مرة تانية يا اولاد. يبقى ايكو سيستم مع ايكو سيستم يعمل لي بايوم، والبايوم مع البايوم يعمل لي البايوسفير. ماشي يلا نشوف اللي بعدها. Which of the following is an example of first level in the hierarchy of life organization on the earth. تاني يا اولاد تاني. هو بيقول لك مين من ده كله بيمثل هيركري اوف لايف اورجانيزيشن، منظومه. تعالى كده نشوف وركز معايا. عايزك كده مركز كده وصاحي يا ولا صاحي معايا كده. طيب ماشي. بيقول لك فيرست ليفل. انت عارف يعني ايه فيرست ليفل طيب ولا مش عارف؟ تعالى اقول لك يعني فيرست ليفل. بص يا صديقي، الفيرست ليفل في اي كوميونتي او في اي بايوم هو يا اولاد البروديوسر. لازم البروديوسر. طب تعالى نشوف بقى مين البروديوسرز الفيرست ليفل. single tree in the forest. تصدق صح؟ تنفع. ما احنا اهم حاجه اورجانيزيشن. طب تعالى نشوف ده عشان يكون في حاجه كده. herd of antelope in African. لا يا باشا ده كونسيومر، ما ينفعش اختارها. all forms of life on earth. لا الكلام ده غلط. a forest that includes tree herbaceous plant insects and birds. لا هو كده قلب على الكونسيومرز. كان بدأ بروديوسر بعد كده قلب على كونسيومر. يبقى اجابتك ايوه single tree in the forests. 15. if we assume a plant to produce the energy equal 40,000 then the total energy lost by the secondary consumer as heat
energy used in its biological process and energy stored. بيسألك بعد كده and energy stored in undigested material equal. لا ركز معايا، هو بيقول لك انت بدأت حبيب قلبي بالبلانت. ارسم كده معايا. ايوه احنا بدأنا حبيب قلبي بالبلانت كان بيبروديوس 40,000. حلو كويس. تفتكر هو بيسأل بيقول لك then the total energy lost by secondary consumer. طب هو اللي هيطلع للبرايمري قد ايه؟ هيطلع لها 4000. طب السكندري كونسيومر كده هيوصل له 400. يا نهار اسود. طب هو بيقول لك ايه بقى؟ عايزك تركز. هو بيقول لك ركز، بيقول لك then the total energy lost by secondary consumer as a heat. يعني هنا السكندري كونسيومر، لو السكندري كونسيومر هتنقل للترشري يا اولاد، لو هتنقل للترشري فوق، طب هتلوست قد ايه؟ اذا كان هي السكندري اتنقل لها 400 خلاص يبقى هي هتنقل للترشري 40. طب ما الفورت كده يا مستر يبقى اللوست قد ايه؟ بص اللوست قد ايه اهو 400 ماينس، ايوه يا اولاد ماينس 40 ايكوال 360. يبقى اجابتك هتكون ايوه. بيركز على فكره، في ناس كتير ممكن تتلخبط في السؤال ده وتقول لك ايه 3600. لا على فكره افهم، هو بيقول لك the energy lost by secondary consumer as a heat and energy used in its biological process. خلاص ماشي. يعني هو بيقول لك اللي هي فقدت قد ايه السكندري، او هتفقد قد ايه لما تطلع للي بعدها. خلاص ما هتفقد اللي هي البرسنت بتاعتها اللي هي تمثل، ايوه يا صديقي تمثل 90%، هتفقدهم. 16 which process represent the only pathway for water from biosphere to atmosphere according to plant life cycle. طبعا يا اولاد انتوا عارفين ان الميه بتتنقل من البلانت للبايوسفير عن طريق الترانسبيريشن. الووتر بتتنقل من البلانت للجو عن طريق الترانسبيريشن. What makes a lake is balanced ecosystem. اللي يخلي يعني البحيرة is a balanced ecosystem. ايه يعني؟ according to you have studied. ماشي تعال. the presence of fish only. لا ده كده مش ايكو سيستم، ده كده ما فيهاش غير حاجه واحده. the depths of water. طب ايه علاقه ان الميه؟ طب ما معلش في ليكس الميه فيها مش عميقه، الميه فيها يعني عايز اقول ارتفاعاتها بسيطه جدا. طيب its connection to atmosphere. لا مش شرط برضه. طب ما في حاجات كونكتد بالاتموسفير بس مش بالانسد ايكو سيستم، مش شرط. the exchange of matter and energy between biotic and biotic element. صح. your answer will be D. صح. الاكستشينج يا اولاد of matter and energy اللي بيحصل، التبادل اللي بيحصل ده هو بين البيوتيك. قلنا البيوتيك يا اولاد اللي هم living organism. طب والابيوتيك؟ الابيوتيك زي اللايت، زي الحاجات اللي بتبقى بره زي الروكس اللي هو الحاجات النون ليفنج اورجانيزم. طب ما يا مستر الحاجات دي كلها الانتر اكشن ده اللي بيحصل او الاكستشينج اللي بيحصل ده هو ده اللي بيكون السبب في البالانسد ايكو سيستم. اللي بعده حلو السؤال ده، بيقول لك in the opposite figure what is the ratio of mass available to secondary consumer considered to producer. طب ما نشوف البروديوسر هيطلع قد ايه وبعد كده نشوف حضرتك السكندري يعني هيوصل له قد ايه. تعالى كده نحسبها مع بعض. تعالى يا صديقي، لو انت حضرتك هتركز معايا هتقول لي الاتي. دكتور اسالك سؤال، اتفضل حبيب قلبي. هو دلوقتي يا دكتور معلش البروديوسر بيطلع قد ايه؟ البروديوسر بص لما تيجي تحسب ريشيو كبير اهو صح، يتحط كده في الفراكشن تحت في الفراكشن. طيب بيقول لك بعد كده السكندري كونسيومر. يعني انت عايز تحسب السكندري كونسيومر مع البروديوسر. البروديوسر هيطلع البايوماس بتاعته حوالي 800 جرام بير متر سكوير. تمام. طب يا اولاد بالنسبه بقى للسكندري كونسيومر، قال لك السكندري كونسيومر 11. طيب كله ده تايمز كام؟ ايوه تايمز 100 عشان نطلع البيرسنت. تعالى كده يا صديقي نطلعها بالكالكوليتور. يلا يا صديقي كده كالكوليتور جميله بتاعتك، كالكوليتور جميله.
الواد اللي بيسرع الفيديو دلوقتي وبيقول عدي الدكتور في الحتة دي تايم ثانية يا ابني ثانية تايمز 100 يبقى 1 بوينت ايوه 375 صح كده. يبقى اجابتك ايوه اجابتك هتكون بي. عرفت بنعمل الريشيو دي ازاي؟ يلا تعالى نشوف اللي بعده. يلا بقى. Which of the following is expected to occur in absence of decomposers؟ لو ما فيش decomposers يا لهوي يا مستر ده الدنيا تبوظ. ده كده كل حاجة هتموت كده هتفضل زي ما هي هتقعد معانا. يعني حتى معلش اي بلانت يموت ولا اي انيمال يموت هيتفضل قاعد معانا كده مش هينفع. ما احنا لازم يتحلل لازم يحصل له ديكومبوز. تعال نشوف. increased the rate of energy transfer غلط. increased the number of top predators هو بس هقول لك على حاجه. هو عدد البريديتورز مش هيزيد ولا حاجه. لا مش هيزيد هو يفضل زي ما هو لكن مش هيزيد قوي لا لان هو هيموت. faster plant growth لا ملهاش علاقه. accumulation of organic matter طبعا انا شايف طبعا انت اي حاجه بتموت هي عباره عن اورجانيك ماتر. لو ما عندناش الديكومبوزرز هتفضل الاورجانيك ماتر زي ما هي مش هتتحلل. يعني مثلا التري مثلا الشجره هي عباره عن كربون وهيدروجين. لما تموت كده مش هترجع لكربون وهيدروجين مره تانية خلاص هتفضل زي ما هي اورجانيك. كل الاورجانيك ماتر يا ولاد بتتحلل بوجود الديكومبوزرز. طب ما فيش ديكومبوزرز خلاص يبقى يحصل accumulation للاورجانيك ماتر. when individuals of the same species share the same place. خلي بالك ويمكن انا بقول على السؤال ده يا جماعه مهم جدا. اولا هم خلي بالك بص معايا كده share the same place and the time and interact for food. وهم the same species يعني نفس النوع. طيب هتقول له ايه؟ يلا يا صديقي. integrated ecosystem لا. biological population ايوه. ليه؟ طب ليه ما تقولش عليهم بقى community؟ لا يا مستر community يبقى مش the same species. community يبقى حاجات تانية كتيرة مختلفة مع بعض. لو حضرتك هتقول عليهم biological community يبقى دي يا مستر هتكون ايه؟ حاجات مختلفة كتيرة قوي مع بعض. طيب يبقى لو انت عايز تجاوب فكره الكوميونتي يا اولاد يبقى هم لازم يكونوا حاجات كتيره مختلفه مع بعض. طيب السؤال اللي بعده. plant are classified as autotrophic because they have the ability to. طب هي ليه autotrophic؟ autotrophic يعني ذات التغذيه بيغذي نفسه بنفسه. consume organic matter from soil ولا convert inorganic matter into energy storing organic compound. انا شايف هي دي الاجابه. هي بتاخد الكربون دايوكسيد وبتاخد المينرالز يا اولاد من السويل وتبتدي تحولهم لجلوكوز وتحولهم لحاجات يعني بايو ماتيريالز حاجات حيويه جواها شايلها زي الاورجانيك كومباوند. هي دي الاجابه. لا صح يبقى your answer will be B. In the opposite figure what is the ratio of mass available to primary consumer considered the producer؟ ساين هو البروديوسر كام يا صديقي؟ ايوه البروديوسر يا اولاد بيطلع 800. طيب البرايمري كونسيومر 37 تايمز ايوه 100. يلا كده يا صديقي قلمك الجميل يا قمر قلمك الجميل والكالكوليتور 37 over 800 يبقى اجابتك ايوه your answer will be C. هي دي اجابتك يا صديقي. ركز بقى معايا بيقولك 23 tough fibers in a food are classified as. tough fibers يا اولاد هي نوع من انواع الستورد انرجي اللي متشاله اللي هي كانت يا مستر الاندايجستد فود في البلانت. اندايجستد فود يعني هو حاجه هو ما بياكلهاش او حاجه يعني حاجه مش مهضومه حاجه متخزنه متشاله. طيب ايه lost as a heat؟ لا هو مش lost as a heat. used in a movement؟ لا. resulting from respiration؟ لا. stored in a waste energy؟ ايوه هي دي اجابتك. اجابتك هتكون دي.
اللي بعده the biosphere is considered as integrated system نظام تكاملي because every organism in it live in isolation. ازاي يعني كل واحد عايش لوحده؟ لا طبعا. it is the largest sphere in a terms of geological size. لا ايه هو اللي انت بتقوله ده؟ كلام غلط. يعني ايه largest sphere؟ طبقة كبيرة او غلاف كبير عند يعني حجمه كبير كمان من الجيولوجيا اللي هو التضاريس والحاجات دي. لا طبعا. The survival of organisms depend on a complex interaction. ايوه علشان يبقى في حياة او الكائنات الحية لازم بتعتمد على complex interaction. كل عاملين كده زي الفود ويب او الفود تشينج مع بعض او الفود ويب. يلا a forests contain trees. اشجار insects birds represent the level of. ايوه دي اسمها ايه؟ احنا قلنا يا اولاد لو اتكلمنا عن the same species نقول عليها population يعني فئة واحدة. طيب وقلنا يا اولاد برضو لو عندك تري وعندك insects وعندك birds وعندك حاجات كتيرة قوي يبقى دي اسمها ايوه biological community. الله يفتح عليك. دي اسمها biological community. In the opposite figure, what is the ratio of the mass available to tertiary consumer from producer؟ حبيب قلب البروديوسر بتطلع 800. طيب والترشري كونسيومر بيوصل 1.5. كله ده تايمز 100. صديق القمر الجميل احسب كده 1.5 اوفر 800. ايوه هي دي. your answer will be A. خلاص بالظبط ايه. ماشي. اللي بعدها which of the following organisms can perform photosynthesis. ماشي. فانجي ازاي فانجي تعمل photosynthesis؟ لا يا عم الحاج. primary consumer يا عم الحاج بيقول لك primary consumer هو الكونسيومر من امتى بيعملوا photosynthesis؟ لا غلط. herbivores ما هو البرايمري كونسيومر هم الهيربيفورز. some specialized bacteria ايوه في انواع معينه من البكتيريا تقدر تعمل الفوتوسينثيز. بعض الانواع طبعا مش كل البكتيريا. يلا بينا يا صديقي مكملين مع بعض بارت 2. all four groups الكربوهيدراتس والبروتينز والليبيدز and the nucleic acid share the characteristic that they are. كلهم بيشتركوا في حاجه واحده يا اولاد. الكربوهيدراتس والبروتينز والليبيدز والنيوكليك اسيد بيشتركوا في ايه؟ زي ستور جينيتك انفورميشن. لا دول ما لهمش علاقه بالجينيتك انفورميشن. لا زي وير الجينيتك انفورميشن يعتبر النيوكليك اسيد. زي وير dissolving easily in water. لا مش مظبوط. الليبيدز مش dissolve easily in water. طيب زي وير function as enzymes to regulate the vital process. مش كلهم. لا يعني الكربوهيدرات ايه علاقتها هو ممكن البروتين طب زي are organic compound mainly containing carbon and hydrogen. ايوه هي دي الاجابه فعلا. كلهم يا اولاد فيهم كربون وهيدروجين. الكربوهيدرات كربون وهيدروجين واكسجين. البروتينز كربون وهيدروجين ونيتروجين. الليبيدز كربون وهيدروجين mainly. النيوكليك اسيد ايوه كربون وهيدروجين ونيتروجين. خلاص كده يا اولاد تمام. اللي بعده when a person has a deep wound عنده جرح a doctor advises increasing the intake of protein rich foods ان هو ياكل اكل كده فيه بروتينز كتير. what is the scientific explanation for this؟ هو الدكتور يعني ليه عايز الراجل ده ياكل بروتينز كتير؟ يعني ايه السر؟ تعالى كده نشوف. طيب because proteins are involved in a building body tissue and replacing damaged ones. تصدق صح؟ طبعا. ما هو البروتينز يا ولاد هي اللي بتبني السيلز بتاعتنا. عشان كده الطفل الصغير لما والدته تكون عايزه تقول له يا ابني اتغذى تقول له خد حته اللحمه دي كلها. فالاجابه طبعا الصح هو فعلا هو لازم ياكل بروتينز لان البروتينز طبعا بتعوض الاجزاء المفقوده في جسمنا. فيور انسر ويل بي ايه. اللي بعده 3 the relationship between the number of glucose molecules in disaccharides and polysaccharide and their solubility. بص يا اولاد تعالوا نتكلم بصراحه. كل ما يزيد عدد الجلوكوز بتقل السولابيليتي. يعني المونوساكرايد يدوب اسرع من الدايساكرايد
والدايسكرايد يدوب اسرع من الترايسكرايد. يعني كل ما يزيد عدد الجلوكوز في الكومباوند بتاع حضرتك السولابيليتي بتقل. خلاص يبقى كل ما يزيد تقل، يبقى الريليشن انفرس ريليشن. The unit of measurement كيلو جول بير جرام is used to express the molar mass. لا طبعا المولر ماس دي يعتبر جرام بير مول. لا طبعا دي غلط. The energy، ركز معايا، the energy required to raise a temperature of water. The energy required to raise the temperature of water. لا يا صديقي، الانرجي خلاص. طب ما تقول مثلا يعني كيلو جول ليه بير جرام؟ لا طبعا. The heat capacity of water، لا برضو. طب the amount of heat produced by combustion of 1 gram of substance. ايوه هي دي اجابتك، هي دي اجابتك. الاماونت اوف هيت بروديوسد، انا لما بحرق حاجه 1 جرام واقول لك طلع كذا هيت، فتقول له ايه؟ ده مطلع اماونت اوف هيت الفاليو بتاعتها كيلو جول بير جرام. يعني ال1 جرام طلع 13 كيلو جول. هي بتبقى ماشيه كده. يبقى يا اولاد دي الاماونت اوف هيت، الاماونت اوف هيت. Which of the following foods would you expect to give the highest delta H value when 1 gram of it is burned in a calorimeter؟ يا ولاد مين من الحاجات دي تطلع كميات هيت كتيرة؟ طبعا اللي مذاكر هيقول لي الليبيدز. طبعا يا ابني ده حقيقي اكتر حاجة بتطلع انرجي هي الليبيدز. طب تعالى نشوف. a piece of bread دي كربوهيدراتس. لا. a piece of muscles fiber meat دي بروتين. لا. a drop of olive oil، ايوه هي دي. ويا اولاد ما هو الاوليف اويل اللي مركز معايا، الاوليف اويل اللي هو زيت الزيتون. طب ما هو يا اولاد زيت الزيتون ده يعتبر ليبيدز، ما دي يعتبر نوع من انواع الليبيدز. ولا ايه؟ ولا ايه يا عم الحاج؟ يلا 6. سي جي ام. السي جي ام قلنا يا اولاد ده اللي كان بيشتغل على الجلوكوز ليفل، ده اللي بيقيس الجلوكوز ليفل في جسم حضرتك، او اي حد لا قدر الله عنده مشكله في يعني حد عنده دايابيتك بيشنت كده، يعني ربنا يحفظكم، عنده سكر. فبيقول لك ده بتقيس help to patient by monitoring الهارت ريت. لا غلط. blood sugar level and carbohydrates availability، ايوه هي دي الاجابه. 7. cholesterol in the human body is involved in the formation. الله، سؤال جميل. طيب الكوليسترول يا اولاد احنا اتكلمنا عنه في حاجات كتيره قوي، بس قلنا يمكن اهم حاجه الكوليسترول داخل فيها، او الكوليسترول داخل فيها، وهي ايوه الفورميشن بتاع الفيتامين دي. هقول لك ليه. لان انت لو جيت هنا تقول الستارش، طب ما انت الستارش ده يعتبر جلوكوز، يعني عباره عن جلوكوز. النيوكليك اسيد، طب النيوكليك اسيد ايه علاقته بالكوليسترول؟ الماسلز فايبرز دي بروتين. طب ما البروتين ملهاش علاقه هنا، ملهاش علاقه البروتين بينا، ولا ايه يا اولاد؟ طيب اللي بعده سؤال بيقول proteins that fight infection بتحارب العدوى اسمها ايه؟ ايوه immune bodies. اهو اجسام مناعيه، immune bodies اللي بتحارب العدوى. طبيعي يعني منطقي. 8 9 advances in electron microscopy technology have helped in converting sugar into fats. لا هو بص يا اولاد مستحيل تحول الشوجر لفاتس. increasing body weight يا راجل، يعني اللي عنده مثلا مشكله، راجل رفيع او حد رفيع عايز يتخن يروح يستخدم الميكروسكوبي، الالكترون مايكروسكوبي. لا الكلام ده غلط طبعا. understanding how molecules are arranged inside the cell، ايوه طبعا يا ولاد الالكترون مايكروسكوب ده بيتحكم في الويف لينس اللي داخل، الويف لينس بتاع اللايت اللي نازل للسيل، وبالتالي اقدر اتحكم واشوف ادق التفاصيل من خلال الالكترون مايكروسكوبي. اللي بعد 9 the genetic code result from difference in، ايوه حلوه قوي. الجينيتك كود يا ولاد يقصد بيها الشفره الوراثيه. الشفره الوراثيه احنا قلنا يا ولاد بتبقى بسبب الاختلاف في ترتيب النيتروجينوس بيزس. قلنا ليه يا مستر؟ فاكرين لما قلنا مثلا يا ولاد الثايمين ده بيمسك مثلا في الادينين، والجوانين بيمسك في السيتوزين. طيب ما هو دول بيختلف،
يعني بمعنى ايه؟ انت حضرتك الجينيتيك كود بتاعك تي جي 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 سي، فاهم؟ بيبقى مختلف كده. الاكواد دي زي اكواد بتاعت البرمجه 0 1 1 0 0 2 سوري 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0. دي اسمها اكواد كودينج. فالجينيتيك كود يا اولاد بيعتمد على السيكونسز اوف نيتروجينوس بيزز. خلاص يا اولاد، برافو. يبقى كده اجابتك هتكون ايه؟ مش محتاجه كلام. اللي بعده كريسبر كاس 9 technology is described as. ماشي، تعال نشوف كده. ها، لايت مايكروسكوب لا ملهاش علاقه. digestive انزيم لا. دايت سيستم لا يا اولاد. دي هاي بريشيوس موليكيولار سكيرزورز. يعني يعني عايز اقول لك هي عامله ايه. هي يا اولاد اقولها لكم ازاي. الكريسبر كاس 9 فكرتها كلها ان لو في جين او جين معين او جينوم معين يا اولاد في مشكله، او الجينوم ده يا اولاد هقول لك ايه، عامل مثلا عامل وراثي، عامل مرض معين. انا شخص مثلا مثلا عنده العيله كلها بيجي لها القلب، فاحنا في جين في العيله دي عايزين ندخل نشيله او نعدل فيه علشان الاحفاد ما يجيلهمش القلب. خلاص، يبقى احنا نستخدم التكنيك بتاع ايه يا اولاد؟ الكريسبر كاس 9. مثلا مثلا في مثلا حد جاله كورونا او عيله دايما بتصاب بالفيروسز، خلاص تعالوا نخش نعمل تعديل في الجينز بتاعت الفيروسز عشان لما يصيب العيله دي ما يعمل لناش مشكله. هي دي كل فكرتها، انك تشيل حاجه وحشه او مثلا حاجه حلوه، انك تعمل جين حلو. زي ايه مثلا جين حلو؟ مثلا الخيار. احنا الخيار عايزينها تطلع محليه شويه، فنروح مش عارف معدلين الجين بتاعها فتطلع محليه شويه، اديها صفات حلوه. خلاص ماشي. Why is DNA and not RNA responsible for transporting genetic information across generation؟ يلا، ليه الدي ان ايه مش الار ان ايه؟ because it's smaller size. مالهاش علاقه بالسايز. due to its double stranded structure. ايوه هي دي double stranded structure يا اولاد. الدي ان ايه جزء جاي من البيرنت، وان بيرنت، والجزء الثاني من بيرنت تاني، فهو يا اولاد بينقل الجيناتكس الدي ان ايه. لكن الار ان ايه يا اولاد عباره عن ستراند واحد، ستراند واحد، شريط واحد. which of the following alternative represents the correct order for speed obtaining energy؟ يلا ركز معايا، هقول السؤال مره تانية بتركيز يا صديقي، ركز. السؤال بيقول لك ايه؟ which of the following ايوه alternatives present the correct order for speed obtaining energy. طبعا انت لو عايز تاخد انرجي تاخدها من الجلوكوز طبعا. ماشي. طب ما ستارش لا 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 الترتيب. اخد من الجلوكوز سهل، بعده السكروز، بعده الستارش. عارفين انت بتعمل ايه؟ المونوسكرايد اسهل، بعد كده الداي سكرايد، بعد كده التراي سكرايد. طبعا باخد من المونو ثم الداي ثم التراي. اسهل واحد تاخد مني انرجي ايوه الجلوكوز. اللي بعده the chemical bond that stored the greatest amount of energy in a ATP molecule is located between. ايوه يا اولاد فاكرين كنا بتقول الحته اللي بتتخزن فيها الانرجي السكند والثيرد. فين يا مستر السكند والثيرد دي؟ ايوه 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 ايوه، يبقى السكند اند ثيرد فوسفات جروب، هي دي مكان اللي بيخزن فيه الانرجي. السؤال ده مهم يا اولاد، مهم جدا، ده بجد سؤال مهم جدا جدا جدا. يبقى يا اولاد السكند، ويا اولاد ايوه السكند والثيرد. ماشي. اللي بعده adjusting diet pattern based on CGM devices improve. ماشي، انت مركز معايا؟ انا ظبطت النظام الغذائي، يعني بيقول لك based on CGM improve، ده هيحسن ايه بقى؟ تعال نشوف كده. بون دينستي لا ملهاش علاقه بالبون ده يا عم، ده بتاع السكر ده. stability of energy level. ايوه هي الاستابيليتي اوف انرجي ليفل. ما هو يا اولاد السي جي ام ده، سي جي ام ده بتاع جلوكوز، يبقى ده انرجي على طول يا باشا. the basic unit for measuring caloric content. ركز ركز. الميجرنج يونت فور السعرات يا اولاد
اليونت اللي بتقيس السعرات. انا عايزك تركز بقى معايا فيها، دي مهمه جدا. مين يا اولاد البيزك يونت اللي بتقيس السعرات؟ ايوه، كيلو جول بير جرام. كيلو جول بير جرام. كيلو جول بير جرام دي البيزك يونت. عارف لو كان ساب لك الموضوع وقال لك اليونتس كنت ممكن اقول له ايه؟ كيلو كالوري بير جرام. بس البيزك يونت يا اولاد اللي بتقيس اسمها كيلو جول بير جرام. خلاص يا اولاد؟ طيب اللي بعده 17. Which of the following doesn't contain nitrogen in its structure؟ مين يا اولاد ما عندوش نيتروجين في الاستراكشر بتاعه؟ immune bodies. طب ما الاميون بادز دي بروتين، دي يبقى فيها. الانزيمز دي بروتين برضو. الماسلز دي بروتين. ايوه البلانت سيلز. ايوه عارف ليه يا صديقي البلانت سيلز؟ عشان البلانت سيلز دي يا صديقي البلانت سيل وول. البلانت سيل وول دي made of cellulose، والسيلولوز هو نوع من الكربوهيدرات. ماشي. Cellulose is involved in a building cell walls while starch is for storage. ماشي. Which of the following explains this difference؟ difference in element composing of them. لا طبعا. هو افهم معنى الكلام. هو بيقول لك ان السيلولوز ده بيشتغل بيكون السيل وول، بيكون الجدار بتاع الخليه. طب وايل ستارش ده عشان يخزن المخزن اللي بيخزن الغذاء او بيخزن الفود للخلايا. تمام. طب ده اسمه ايه؟ difference in element composing. لا طبعا. difference in biological function. طبعا هو ده different in biological function. كل واحد ليه دور حيوي، كل واحد ليه شغل، ليه biological function. Why doesn't the cell not use glucose energy directly without intermediate component ATP؟ تعال بس نتكلم كده. يعني هو ليه هي لازم تروح تشوف ATP؟ ويعني طب ما ممكن تاخد على طول جلوكوز. لا الكلام ده ما بيحصلش. لازم السل بتاخد من ATP، لانه يعتبر يا اولاد ATP ده يعتبر ده المستمر بالنسبه للسل. الجلوكوز بيجي بيتحرق بيتخزن في صوره ATP. السل عايزه تشتغل اطلع شويه ATP زياده بس، مش بطلع جلوكوز. طيب بيقول لك ايه؟ because glucose is complex sugar. هو مش كومبلكس شوجر بالمناسبه. because glucose doesn't contain energy. لا هو contain energy عشان بس ما نبقى واضحين. because ATP molecule have simple structure. طب ايه علاقتها وهي مش simple structure ال ATP؟ because ATP represent continuous and renewable energy. ايوه هي دي الاجابه. continuous and renewable energy. continuous and ايه يا اولاد؟ ايوه renewable energy، هي دي اجابتك. 20. the unit that used practice to measure energy content. ركز بقى معايا، خلي بالك دي فيها فرق بينها وبين السؤال اللي فات. طيب مين يا اولاد اللي بيقيس مش ما قالش البيزك يونت؟ براكتس احنا بنتكلم بالكالوري. براكتس احنا بنتكلم بالكالوري، لكن البيزك يونت كانت يا اولاد كيلو جول. فهو هنا بيقول لك لا دي براكتس to measure the energy content of food. ايوه كيلو كالوري بير جرام. لكن لو قال لك البيزك يونت اختار ايه على طول؟ كيلو جول. The practical application resulting from using the electron microscope study the cell membrane is designing drugs that target a specific protein inside the cell. طب بقى ما انا صح، انا شايفها صح. طب تعالى كده نشوف. improving the ability of organism to produce energy. لا طبعا. increasing the rate of cell division. لا ما يقدرش. هو بيقول لك الالكترون ميكروسكوب يا اولاد. الالكترون ميكروسكوب ده بيشوف حاجات يا اولاد جوه السيل دقيق جدا. طب ما انا كده لو عندي مثلا سيل بتاعت بكتيريا وعايز ادي واحد انتي بكتيريا، عايز ادي له دواء، انا لو اعرف التركيب بتاع السيل بتاعت البكتيريا كويس قوي انا هعرف ادي له دواء يخش يغير في الكونتنت بتاع البكتيريا السيل ده ويعدله فيبوظها، فكده يبقى انا حاربت المرض اللي عنده. انا شايف يبقى designing drugs that target specific proteins inside. ايوه inside ايه يا اولاد؟ ايوه inside the cell. برافو. 22. chitin in insecticide and cellulose in a plant are similar. خلي بالك are similar in their function. ليه بقى؟ both are rapid sources of energy. لا هم مش sources of energy ولا حاجة. both are stored in the liver. لا. مين قال الكلام ده؟ both dissolve in a water.
طب انا اقول لك على حاجه، هو الكايتين doesn't dissolve in water. Both are involved forming supporting structure. صح، الاثنين يعتبر بيعملوا support structure. السليلوز بيحمي جدار الخلايا، بيحمي السيل وول. الكايتين يا اولاد ده بيحمي الحشرات الانسكتس، فيعتبر هما الاثنين سيل وول، يعني حاجه كده supporting. Proteins are distinguished from carbohydrates by essential presence of the element of nitrogen. البروتينز نيتروجين على طول، ما تفكرش. If you have 1 calorie، الله حلو السؤال ده. How much does the equal in كيلو جول؟ طب تعالى ارد عليك يا صديقي، تعالى كده بص، اكتب ورايا دول. الكالوري equal 4.18 جول. حلو. طيب الكيلو كالوري، مش انت حطيت كيلو هنا، يبقى 4.18 كيلو جول. لو جالك سؤال في الامتحان وقال لك ايه يا صديقي، قال لك انا عايز احول من الكيلو كالوري للكيلو جول، على طول قول له تايمز الرقم ده. طب لو قال لك من الكيلو جول للكالوري، قول له ديفايدد يا عم الحاج على الرقم ده، ديفايدد اوفر الرقم ده. خلاص، يبقى اجابتك كده تبقى كام يا صديقي؟ ايوه 4.18 كيلو جول. يلا اللي بعده. What might happen if there were no RNA؟ يا لهوي يا جماعه، انتوا عارفين لو مفيش RNA خلاص يا اولاد، مفيش اصلا سيل، ما عندناش سيل اصلا، ولا في بروتينز هتطلع. بروتينز synthesis will stop despite the presence of DNA. هو ده كلام مظبوط، هو طبعا البروتين هتقف، ده الدنيا كلها هتقف. طب بروتينز will continue to be synthesis؟ لا طبعا. The number of nucleotide in DNA will increase. غلط. DNA will become capable of producing energy. ده لا يا عم، ده هو البروتين والدنيا كلها هتقف جوه السيل. كنا نختارها من الاول بقى. يلا يا صديقي مكملين مع بعض ونكمل في البارت نمبر 3. The primary function of xylem tissue in a plant. الزايلم يا ولاد قلنا الخشب، شغلة الخشب ينقل من تحت لفوق في الوان دايركشن. ها، يبقى شغلته البرودكت اوف فوتوسينثيز. لا ده مش الزايلم، ده كده الفلويم، ده يا ولاد الفلويم، يبقى مش هينفع. اكسجين لا. الووتر اند مينرالز، ايوه شغله الزايلم ينقل الووتر اند مينرالز from the soil to all part of plant. من اللي بعده during summer. ها، why does the process of transpiration become more important for a plant؟ ليه يا اولاد؟ ليه يا اولاد يعني خلال الصيف بتبقى مهم جدا للبلانت انه يعمل transpiration؟ عارف ليه يا صديقي؟ بأمانة عارف ليه؟ اقول لك ليه. because it help cool the leaves. ايوه عشان يبرد. عارف انت زي ما حضرتك بتعرق، حضرتك بتعرق كده في الصيف علشان تبرد جسمك يهدى. فبيكوز it help to cool the leaves. برافو. 3. the appearance of air bubbles inside xylem vessels causes. ايوه عارف ده بيعمل ايه بقى؟ تعالى كده نقراها. increase transpiration rate. غلط. increase the speed of water ascend. لا طبعا. عفوا. البرد يا جماعه، البرد. بصوا عايز اقول لكم الفتره دي بقى التغيرات المناخيه خربت الدنيا، الواحد هيموت، برد رهيب. salt accumulation in the leaves. لا طبعا غلط يا اولاد. وجود الاير بابلز ده بيعمل obstruction of the water column movement upward. والووتر طالعه، لا يا باشا وقف، بتوقف بسبب الاير بابلز، بتوقفها. مطب صناعي، حاسب. The system responsible for transporting oxygen and nutrient in a human is called. أي اللي في جسم حضرتك اللي بينقل الأكسجين ده والنيوترنت اسمه respiratory؟ لا طبعا، ده اسمه circulatory system. أهو circulatory system. يا سلام يا مستر، يا سلام. Which of the following agriculture application benefit most from micro-CT scanning؟ micro-CT scanning results. improving protein productivity. لا غلط. increasing cellular respiration مش في ايده. developing trough resistance strategies. ايوه نبتدي نطور من البلانت يا اولاد، نبتدي نطور ونعمل محاصيل مقاومه للجفاف. ماشي، يلا بينا يا صديقي ركز كده معايا. the pulmonary circulation begins with تعال افكرك بس. البلمونري
سيركيوليشن بتبدا ازاي؟ بالمناسبه يا اولاد دي الماينور سايكل، دي كانت بتبدا يا اولاد لما الهارت يبتدي يطلع الدي اوكسجينيتد بلاد، يطلع الدي اوكسجينيتد بلاد عشان يوديه اللنج عشان ينضفه وبعد كده يرجعه للهارت مره تانية. طب الدي اوكسجينيتد بلاد بيطلع من الهارت عن طريق، لازم تحفظها، الرايت فنتريكل، الرايت فنتريكل. طب يا مستر الليفت فنتريكل بيطلع البلاد بس ده الاكسجينيتد ويروح لكل حته في الجسم. طب احنا هنا بنتكلم على البلمونري سيركيوليشن، يبقى هتقول له دي اوكسجينيتد بلاد فروم ايه؟ فروم رايت فنتريكل. ايوه اجابتك هتكون بي. اللي بعده in which blood vessels does the actual gas exchange occur؟ ايوه فين يا اولاد الحقيقي بيحصل؟ انا قلت لك مش في الارترز ولا في الفينز يا جماعه، في حتت صغيره، شعرات صغيره كده بنسموها البلاد كابيلاريز، هي اللي من خلالها الاكشوال اكسشينج بيحصل. البلاد كابيلاريز، البلاد كابيلاريز. Which of the following process is responsible for converting potential energy in a food into active energy؟ اللي يقدر يحول الستورد انرجي in a food into active energy هي الريسبيريشن. الريسبيريشن اهو، ريسبيريشن. اللي بعده the renal denervation. عارفين يا اولاد الرينال دينرفيشن؟ الناس اللي كان عندها ضغط عالي على طول بنعمل لها رينال دينرفيشن تكنيك is a physical application used to treat. ايوه تريت ايه يا اولاد؟ ناس عندها ضغط عالي بس. يبقى shortness of breath غلط، diabetes mellitus السكر غلط، visual weakness غلط، الهاي blood pressure. a decrease in blood density، a decrease in blood density ماله؟ leads to decrease في البلاد density يعني الدم خفيف. حلو. طب ايه بقى الكلام؟ increase blood pressure؟ لا الكلام ده غلط. كاردياك ستوب يعني القلب يقف، لا يا راجل الكلام ده غلط. decrease the effort required to pump blood. ايوه طبعا القلب مش هيعمل مجهود كبير عشان يضخ الدم، عشان كده يقولوا لك اشرب ميه كتير، اشرب ميه كتير يا قمر عشان دمك يبقى خفيف وقلبك يبقى صحه. وحش الكون، قلبك يبقى جامد، عندك بكالوريا، لوريا مش عارف قول 10 مرات كده، مش عارف اقولها، لوريا بكالوريا. فانت قلبك يبقى جامد كده وتخش البكالوريا تكسر الدنيا. امال ايه؟ قول يا ولا. انايروبيك ريسبيريشن اوكيور انايروبيك. يا مستر الانايروبيك بيحصل فين؟ في السيتوبلازم، والايروبيك بيحصل فين؟ في الميتوكوندريا. خلاص ده انايروبيك occur within the cell inside the السيتوبلازم. لسه هتتكلم. Why the aerobic respiration considered more efficient than الانايروبيك respiration؟ يا مستر بيطلع لي ATP كتير. يا مستر ده الايروبيك بيطلع 36 ATP والانايروبيك بيطلع ده كان لو ده الايروبيك كان بيطلع 2 ATP، ده كان مش جايب همه. واحد بيطلع 36 والتاني بيطلع 2 ATP. يا عم الحاجه انت بتحكي في ايه؟ ده فرق سما وارض. طيب because it produces CO2؟ لا غلط. because it occur only in the cytoplasm؟ لا because it produce large amount 36 ATP. 36 ATP. يا رب الواد يكون حافظها، يا رب الواد يكون حافظها، يخرب بيت سنينك. the accumulation of lactic acid in a muscles. accumulation of lactic acid in a muscle leads to يا اولاد اللعيب بيلعب حصل له accumulation للاكتيك اسيد، مسك العضله الضمه، مسك من الاخر كده هيمسك كده يقول رجلي هتموتني. طب يا عم الحاج product of photosynthesis؟ لا. feeling of muscles بيسموها كده التايرد، انت هتتعب muscles tired او muscle fatigues؟ لا طبعا يا مستر هي الاجابه هتكون بي. برافو، ايوه العضله تعبت صح. خلاص اللي بعده if the leaves of pine tree are coated with waxy substance، يعني الشجره بتاعت صبار او تين شوكي اتغطت بواكسي سبستانس عشان ما تطلعش يعني اقول ما تطلعش ووتر، ماشي، ما تعملش ترانسبيريشن يعني، ماشي. that blocks the stomata، هتقفل الاستومتا اللي من خلالها بيطلع الووتر. the first process to stop will be على طول يا باشا الميه مش هتطلع لفوق،
انت كده قفلت. عارف انت اللي هو واحد بيشد بجردل من تحت، وحضرتك خلاص ما بقتش تشد بالجردل، بتشد باي حاجه يا اخي بقى، تشد بالجردل. هيحصل ايه؟ خلاص ما فيش ميه تانية هتطلع، خلاص ما فيش ميه تانية هتطلع. يبقى lignin production لا غلط. upward movement of water to leaves، ايوه هي دي. هتقف دي، هتقف، مفيش ميه هتطلع فوق للليفز، صح ولا ايه؟ upward movement of water to leaves. 15. Modern technologies such as micro CT scanning, micro X-ray, computed tomography are used to طب ايه يا اولاد بقى بنستخدمها؟ accurately image water and food transport mechanisms. ايوه دي بصراحه دي الاجابه، فعلا هي دي الاجابه، عشان تشوف ازاي الووتر والفود بيتنقلوا. blood pressure in the arteries is at its highest level during، ايوه بص during الكونتراكشن. فاكرين يا اولاد كان البلاد بريشر 120 80، قلنا يا اولاد ال 120 وقت الكونتراكشن، ال 80 وقت الريلاكسيشن. خلاص يبقى مستر ده وقت الكونتراكشن، يبقى فنتريكال دايستول غلط عشان الريلاكسيشن. سليب غلط. when blood reaches veins غلط. ventricular systole اللي هو الكونتراكشن، ايوه هي دي. if a substance is innovated to increase efficiency of oxygen transport to mitochondria it's expected to، يعني انت هتزود حضرتك الافشنسي يعني هيبقى فيه كفاءه عاليه لنقل الاكسجين للميتوكوندريا. ده هيعمل ايه؟ increase lactic acid fermentation. يا عم الحاج اكسجين، يبقى lactic acid fermentation ده anaerobic. aerobic respiration switches to anaerobic لما في اكسجين. ليه ابقى anaerobic؟ increase the efficient energy in energy production. ايوه هي دي الاجابه، ايوه بيزيد كفاءه الانرجي برودكشن، ايوه هي دي الاجابه صح. يلا يا اولاد 18. blood viscosity as a physical property mainly depend on. البلاد viscosity بتعتمد على ايه؟ الافكت the effort required to pump blood لا غلط. الكونسنتريشن اوف بروتين اند ريد بلاد سيلز ما دول اللي بيأثروا على الفيسكوزيتي بتاعته يا صديقي. 19. The cohesion and adhesion theory depend primarily on the properties of. الكوهيجن والادهيجن يا ولاد بيعتمدوا على الووتر موليكيول، ما تفكرش، دول اساسي بتوع الووتر موليكيول. الانايروبيك ريسبيريشن in human muscles during strenuous exercise results the accumulation التدريبات العنيفة accumulation of ايه يا ولا؟ of lactic acid يا دكتور. بص lactic acids ولن نقبل الا lactic acids يا صديقي، ده lactic acids. بتكلم في ايه؟ lactic acids خلاص بقى. storing sugars in a root during the winter and transporting them to leave in spring proves that transport in the phloem depend on the gravity. لا هو خلي بالك قال لك الشوجر بيتخزن في الروتس during winter and transporting them to the leaf. ده يعني ما يبقى واضحين بقى. a cure in two direction. طب ما صح، انت بتخزنه في الروتس and transporting them to the leaf in spring. طب ما انت بتخزن بعد كده بتبعت، هو مين اللي بينقل البرودكتس دي؟ ايوه الفلويم، يبقى ده بيحصل في التو دايركشن. الفلويم يا ولاد بيحصل في التو دايركشن. الفلويم يا ولاد بكرر بينقل في التو دايركشن. اللي بعده 22. damage of the phloem in a tree leads to root drying out due to lack of water. لا هو الفلويم بينقل الغذاء، بينقل الاكل مش الووتر. death of roots due to lack of food supply. ما هو ده بينقل الاكل، بيجيب من الليفز الاكل، بيجيب الجلوكوز من الليفز يبعتها للروتس. طب ما فيش يا اولاد فلويم، خلاص يبقى ما فيش اكل هيروح، قطعت الطريق على الاكل، يبقى خلاص يبقى الروتس بالسلامه. which of the following process is responsible for converting potential energy in a food into active energy؟ قلنا يا اولاد الريسبيريشن، صدقني الريسبيريشن. which of the following factor leads to increase in arterial blood pressure؟ ايه يا ولاد اللي يزود البلاد بريشر؟ طيب تعال نشوف كده. increased resistance of arterial walls. طب ما صح، يعني الجدار
لاي ارتري. طبعا يا اولاد لما يعني بتزيد المقاومه البلاد مش قادر يعدي، فبتزيد المقاومه، طبعا ده بيضغط، ده بيعمل بريشر كده يا اولاد اهو، في ضغط والضغط ده احنا مش قادرين نعديه، فبيقول لك increase the resistance of arterial walls. صح يا عم، زي واحد كده راح اكله اتغاشم. بص الارتري كان عامل ازاي، بص بقى بعد ما راح يتطافس واكل لما ورم، بص طبعا ده فطبعا لما الارتري دي بالشكل ده البلاد فلو هيقل، البلاد فلو هيبتدي يضغط، ولما يبتدي يضغط يرفع الضغط على طول. اوعى تعكوا الناس اللي عماله تعك. السؤال يا ولاد 25 anaerobic fermentation in yeast cells produce ايه اكسجين. لا ما حصلش، قلنا اليست فيرمنتيشن ده يا ولاد بيطلع الايثانول. الناس اللي بتشرب المسكرات وبتجيب الجلوكوز، الحاجات الجلوكوز وبتجيب عليها خميره، طب ما دي بتعرف ان يا ولاد بتطلع ايثانول على طول، بتحول الجلوكوز بتحوله لكحول. خلاص وسط يا ولاد، يلا بينا يا ولاد ندخل على الجزء اللي بعده ونكمل بارت 4. يلا يا صديقي مكملين مع بعض وبنحل بارت 4. هنبتدي بقى البروبلمز والتكات والحركات والحاجات الجميله بقى والحبشتكنات بقى. كابتن مدحت شلبي يحييكوا والكلام الجامد ده. هو ركز بقى معايا، داخلين على شغل من نار، امال انت فاكر ايه؟ ركز بقى يا صديقي. الواد مش عارف زياد زازا ولا سعد زازا ولا مين زازا ده، يركز معايا، ركز معايا يا ابني. ذا نمبر اوف مولز. اول ما شفت ذا نمبر اوف مولز اتخضيت، قلت اكتب الرول اكتب ورايا الرول وما تفكرش كتير وتسمع من الدحيح الكبير اهو. راحت فين؟ تيجي هنا بقى، مش هتيجي هنا، ماشي. يلا نكتب الرول، اكتب الرول ورايا. بص يا صديقي، النمبر اوف مول بي ايكوال، ها يلا اكتب يلا ورايا، يلا يا دحيحي، يا دحيحي. الماس اوفر ها يا صديقي المولر ماس اوفر مولر ماس. تعالى طبق الرول كده. وادي قال دحيحه كبير، هو هنا بيقول لك ذا نمبر اوف مولز اوف المول ان 180. ما هي دي الماس 180. كمل يا صديقي كده. بيقول لك ايه ده؟ الكومباوند. طب تيجي تحسب المولر ماس، تعالى اعلمك ازاي تحسب المولر ماس. اولا تعالى نعد كده اتومز جوه الكومباوند ده. عندك كام كربون؟ هتقول لي انا عندي 2 كربون. الكربون الواحده يا اولاد ب 12، تمام، بلس. طيب عندك كام هيدروجين؟ عندي 4. الويت بتاع الهيدروجين الواحده ب 1 جرام اهو، بلس. عندك كام اكسجين؟ عندي 2، يبقى 2 تايمز 16. يبقى كده كله كام يا صديقي؟ يعني هتلاقيهم كلهم 60 جرام. طب ماشي يا صديقي، يبقى 180 اوفر 60 ايكوال كام؟ صدقني ايكوال 3 مول اهي. فين اجابتك؟ ادي 3 مول. نشوف اللي بعده. بيقول لك which process is considered an exothermic. يا ابني انا عايزك تفهم يعني ايه exothermic. ركز معايا من فضلك. يعني ايه exothermic؟ افتكر دايما كوبايه الشاي. كوبايه الشاي بتبقى سخنه ولعها حلو كده، بعد كده يا صديقي تبرد. معنى كده ان هي بتلوز الهيت بتاعتها. طالما بتلوز الهيت بتاعتها يبقى هي اكزوثيرميك. يبقى لو كان معاك كوبايه شاي سخنه وبردت يبقى دي اكزوثيرميك. طيب لو كان معايا حته تلجه وحته التلجه دي ساحت، كانت التمبريتشر بتاعتها قليله، بعد كده زادت، خلاص. ما هي التمبريتشر طالما هي سخنت، الحاجه طالما بتسخن يبقى اندو، لكن طالما بتبرد يبقى اكزو. رد عليا هنا. which of them is considered exothermic. exothermic طبعا انت هتقول لي دلوقتي الفريزنج. صح ولا غلط؟ الفريزنج. طب اثبت لي ازاي الفريزنج. مثلا كان عندك حته ووتر مثلا، كانت التمبريتشر بتاعتها 80 ديجري سيلسيوس، بقيت 0. طب ما دي معناها ان هي لوست للانرجي. اللوست ده يا ولاد يبقى اكزو، يبقى الفريزنج ده اكزو، والميلتنج اندو، والايفابوريشن اندو، والهيتنج ووتر اندو. هنشوف الحاجات دي جايه قدام. اللي بعده ان exothermic reaction.
تعالى بس اشرح لك الحته دي بشكل قوي علشان تفهمها. بيقول لك خلي بالك الاكزوثيرميك رياكشن يا اولاد، احنا قلنا هنا عندنا حاجه اسمها الدلتا اتش. الدلتا اتش بالنيجاتيف. هتيجي تسالني تقول لي طب يا دكتور يعني ايه دلتا اتش بالنيجاتيف؟ هقول لك يا صديقي الدلتا اتش هي عباره عن الهيت كونتنت اوف برودكت ماينس الهيت كونتنت اوف رياكتنت، ده الرول. طب معنى انك انت تقول الدلتا اتش بالنيجاتيف، ركز بقى معايا، معنى كده ان الاتش رياكتنت اعلى من الاتش برودكت. معناها ايه يا صديقي؟ ايوه، ان الاتش رياكتنت جريتر ذان الاتش برودكت. جاوب، تعالى بقى جاوب اي حاجه. بيقول لك ايه؟ the energy stored in the product is less، البرودكت less than the energy stored in a reactant. صح صح بأمانة صح. هي ايه؟ ما هو الانرجي اللي يا ولاد الاكزو، الاتش رياكتنت اعلى من الاتش برودكت، الهيت اللي جوه الرياكتنت اعلى من الهيت بتاعت البرودكت، والدلتا اتش بالنيجاتيف. ماشي نشوف اللي بعده. بيقول لك which of the following biological process represents the example of endothermic. endothermic يعني ياخد انرجي من بره. طيب cellular respiration، لا cellular respiration ده بيطلع انرجي. formation of water molecules، لا ده exothermic ممكن. decomposition of potassium chloride ده بيابزورب انرجي. طب ركز بقى معايا، هو خلي بالك الفوتوسينثيز. طب عايز اقراها تاني. بيقول لك ده كله بيولوجيكال. انا خلي بالك بس انا عايز اقرا كلمه مهمه. decomposition of potassium chloride على فكره ده اندوثيرميك، على فكره يا اولاد ده اندو بس مش بيولوجيكال، لان هو شرط قال لك بيولوجيكال بروسيس. بيولوجيكال بروسيس واندوثيرميك، يبقى يا صديقي الفوتوسينثيز. الفوتوسينثيز على طول، ما تفكرش كتير واسمع الدحيح كبير. تفكر في ايه؟ The activation energy of reaction is a maximum. تعال اقول لك دكتور هو يعني ايه activation energy؟ واحده واحده تعال افهمها لك. بص يا صديقي هرسم لك تو جراف. ده الجراف الاول، ده يا ولاد اكزوثيرميك رياكشن، ده اكزوثيرميك رياكشن. بص الاكتيفيشن انرجي بتبقى من عند الرياكتنت لحد فوق. طيب تعالى ارسم لك جراف تاني. ده اندوثيرميك رياكشن. بص الاكتيفيشن انرجي، الخط اللي في النص ده الطويل ده. طيب انهي يا ولاد امتى الاكتيفيشن انرجي تبقى عاليه؟ مع الاندوثيرميك رياكشن. تعال نشوف كده بيقول لك ايه. بيقول لك اذا ماكسيمم يبقى هقول له مع الاندوثيرميك. طب يا ولاد الاندوثيرميك، تعالى كده نفتكر الاندوثيرميك كانت الدلتا اتش يا ولاد بالبوزيتيف، حصل. وخد بقى الجديده دي، الاتش رياكتنت اهو، مش ده الاتش رياكتنت وده الاتش برودكت. الاتش رياكتنت يا ولاد اقل من الاتش برودكت. يا سلام يا دكتور. طب the energy of product، البرودكت is less than، لا ده البرودكت اعلى. غلط. the energy of the reactant is greater than the energy of product، يعني الرياكتنت اعلى من البرودكت، ما برضه غلط. the energy of reactant is less than the energy of product. صح، ما هي دي الاجابه، يبقى دي اجابتك. مهم يا ولاد السؤال ده، دي اسئله مهمه. هيبتدي يلعب بقى في الاسئله اللي فيها تفكير وفيها شغل. بيقول لك in the cellular respiration experiment using seeds it was observed that the lime water in a flask A at room temperature turned cloudy. اللي كانت في الايه turned cloudy اسرع من اللي كانت في الثلاجه refrigerator. how can this difference be analyzed؟ بصوا يا ولاد احنا قلنا كل ما التمبريتشر يزيد ده معناه ان في cellular respiration بيحصل اكتر. the rate of oxygen production is higher in a flask A. غلط، ده كربون دايوكسيد. the rate of carbon dioxide consumption in the higher in a flask B. لا احنا قلنا في الفلاسك A اعلى. the rate of cellular respiration is higher in a flask A. ايوه دي اللي انا دايما اقول لك عليه، حصل سيلولار ريسبيريشن بشكل اعلى، عشان كده هو بقى كلاودي اكتر. طيب شوف اللي بعده.
which of the following equation represent an exothermic reaction. ارجع يا ولاد للجزء ده انا شرحه لك كويس قوي من فضلك. تعال اقول لك ايه الفرق ما بين وتعرف ازاي الاكزو والاندو. هنرسمهم لك دلوقتي كلهم. طيب بص معايا، لو يا ولاد الدلتا اتش بالبوزيتيف يبقى ده اندو، احفظ معايا الحاجات دي، اندوثيرميك رياكشن. طب لو الاماونت اوف هيت اتكتبت مع البرودكت يبقى ده اكزو. طب لو الاماونت اوف هيت اتكتبت مع البرودكت بس بالنيجاتيف ساين تروح هناك بالاوبوزيت تشارج، بص تيجي هنا الناحيه الثانيه يبقى ده اندو. طيب لو الاماونت اوف هيت اتكتبت مع الرياكتنت يبقى ده اندو. اديك عرفت الثلاث اشكال للاندوثيرميك رياكشن، دول الثلاث اشكال للاندوثيرميك رياكشن، عكسهم يبقى اكزوثيرميك. طب يبقى اجابتك هتكون هنا بي، لان هو عايز الاكزو. يا رب تكون وصلت. بيقول لك in the reaction 2H2O، ركز معايا في السؤال ده كويس جدا. دلتا اتش نيجاتيف، طبعا نيجاتيف 192 كيلو جول. What is the change in a heat of decomposition of 34 جرام of hydrogen peroxide H2O2؟ واحدة واحدة. تعالى انا بس يعني اتكلم معاك شوية كلام حلو كده. هو انت بتقول لي ان 2 مول لما يحصل لهم ديكومبوزيشن هيطلعوا قد ايه انرجي؟ ايوه هيطلعوا 196 يا سيدي، على عيننا وعلى راسنا اهو، كيلو جول برمول. ماشي. طب انا سؤال لحضرتك دلوقتي بقول لك لو انا جبت لك العدد ده من الجرامز هتقول لي يعني ال 0.34 جرام هتطلع قد ايه انرجي؟ اقول لك مش هعرف ارد عليك دلوقتي. تقول لي ليه يا دكتور مش هترد عليا؟ هقول لحضرتك لان حضرتك افترضت هنا ان هقدر احول من جرام لكيلو جول برمول. غلط. لازم يا اولاد تخلي المول تحتيه مول بالظبط، فلازم اشيل الجرام دي احولها لمول. طب هتحول ازاي؟ ركز بقى معايا، الحته دي تركايه خطيره للناس الشاطرين قوي قوي قوي. بص بقى معايا، دي هحولها يا اولاد للمولز. تعالى كده حولها لي للمولز. بص اهو، حولها للمول الاول عشان نعرف نتكلم. يا سيدي ماشي، ثانيه واحده بقى. مش دي ماس؟ يا مستر دي ماس بتاعت دي اللي هو 2H2O. طب ثانيه واحده، الرول انا دلوقتي عايز اجيب المول، النمبر اوف مولز. تعملها ازاي يا صديقي يا قمر؟ هتقول له الماس اوفر المولر ماس. طب ما انت حضرتك يا دكتور اديتني الماس 0.34، المولر ماس بتاعت ال H2O2 عندك كام هيدروجين؟ عندي 2، يبقى 2 تايمز 1. ماشي. طب عندك كام اكسجين؟ انا عندي 2، يبقى 2 تايمز 16. هتبلس كلهم مع بعض كده هتطلع معاك 0.34 over 34. يعني محبش، بس احب دايما أأمن نفسي واعملها مع حضراتكم. 0.34 over 34 طلع معايا ايوه 0.01. يبقى النمبر اوف مول يا اولاد 0.01. يلا اعمل كروس مالتيبليكيشن كده اهو، ده تايمز ده يطلع الانون ده. يبقى بص معايا، الانسر اللي طلع معاك تايمز 196 اوفر 2 مول تطلع معاك 0.98. بس ما تنساش 0.98 بالنيجاتيف. ايوه يبقى هي دي. سؤال حلو، سؤال مهم. السؤال ده امتحان الشهر جاي، ده لازم يجي في امتحان الشهر ده. لو ما جاش في امتحان الشهر اشك في المدرس اللي حاطط الامتحان ده بقى، ده عايز ينجحكم. طبعا نتمنى كل ينجح يعني، بس نتمنى كده برضو الامتحان يبقى فيه افكار. انتوا رايحين السنه الجايه شهاده يا اولاد، السنه الجايه انت داخل على نظام وسيستم شهاده، انت محتاج تركز. بيقول لك if the enthalpy of reactant يقصد بيها الدلتا اتش او الهيت كونتنت of reactant is 2584. ماشي. يعني اتش reactant هسميها اتش reactant and اتش product 5642. ماشي. يعني معنى كده ان ال HB greater than ال HR، ده معنى الكلام.
خلاص. لو في حاله ان الاتش بي اعلى من الاتش ار يبقى ده اندوثيرميك رياكشن. يلا نرجع كده اهو، فاكر الرسمه دي اهو، ده الرياكتنت تحت والبرودكت فوق. طالما طلعنا كده يبقى ده اندوثيرميك رياكشن. طب الاندوثيرميك يا اولاد ده اندوثيرميك مش اكزوثيرميك. طب سوري، ما ده اندوثيرميك. ايه اللي انا عملته ده؟ ما ده اندوثيرميك. يبقى خلاص تمام اوكي. That's funny to be that. يبقى ده مش اكزو. كل حاجه اكزو بره. يبقى اندوثيرميك، ولكن الدلتا اتش يا ولاد بتاعت الاندو بوزيتيف. الدلتا اتش بتاعت الاندو بوزيتيف. لازم يجي لك سؤال في الامتحان اكزو واندو، ما تحاولش. يلا تعالى نشوف الكويستشن ده. بيقول لك which graph represents the reaction produce large amount. يبقى اكزو. الاكزو يا ولاد واحد فوق على السلم وهيقع، هينزل لتحت، ده اكزو. خلاص يبقى ده مش اكزو وده مش اكزو، ده او ده. طب مين يا ولاد اللي نزل نزله كبيره؟ السي. يبقى هو ده اللي هيلوز لارجست اماونت، هيبروديوس لارجست اماونت، ده سي عشان فرق كبير. ماشي، يبقى ده الاكزو. ده الاكزو. يا رب الناس تكون فهمتها. اللي بعده بيقول لك which of the following best describe the heat change. اولا يا ولاد ده اندو، لازم تبقى عارف نفسك ان ده اندو اهو، كان قليل عالي. بص اللي يطلع كده ده اندو. ماشي. طيب الاندو ايه يا ولاد بقى؟ تعالى افكرك بنقطه. الاندو كنت بتقول لي دايما ان دايما الاتش رياكتنت اقل من الاتش برودكت. يعني الاتش برودكت اعلى. The sum of heat content of product is greater than the sum of heat content of reactant and the sign of delta H positive. صح كده. يبقى ايه؟ ال HB اعلى من ال HR والدلتا H يا ولاد. ايوه ده حقيقي، الدلتا H يا ولاد بالبوزيتيف. صح، دلتا H بالبوزيتيف. صح. بعد كده بيقول لك from the following equation H2O و H2 برضو O من ليكويد لجاز. اعتقد ده بيابزورب انرجي. الرياكشن ده اندو. حلو، اندوثيرميك رياكشن. اندو ده اندو. يبقى تقول له كده، بص الاندو يبقى الاتش رياكتنت للزان الاتش برودكت. الاتش رياكتنت للزان الاتش برودكت. تعال نشوف كده الاتش برودكت هي مين؟ طيب معلش، هي الووتر جاز. طب والرياكتنت اللي هي الووتر ليكويد. طب هنجاوب نقول يبقى اولاد الووتر فيبور اعلى الهيت بتاعها، الهيت كونتنت اوف ووتر فيبور اعلى من الهيت كونتنت اوف ووتر ليكويد. يبقى يور انسر ويل بي ايه. اللي بعده بيقول لك if delta H for the reaction equal positive 200 كيلو جول then. يا ولاد ده اندوثيرميك رياكشن. اندوثيرميك رياكشن يعني يا ولاد ده بيجين هيت. تعال اقول لكم بس على فكره، بيتكلم عن السيستم والسراوندنج. انا قلت لك لو حضرتك معاك كوبايه شاي اهي، كوبايه الشاي دي بنسميها السيستم. الجو اللي حوالين كوبايه الشاي يا ولاد بنسميه سراوندنج. طيب لما الهيت تتنقل من بره لجوه من السراوندنج للسيستم يبقى ده اندو. لما الهيت تطلع من كوبايه الشاي لبره يبقى ده اكزو. طب بيقول لك ايه ده اندو كده. اندو يبقى الهيت بتتنقل من السراوندنج تو السيستم. ذا سيستم ريليز هيت، لا هو مش هيريليز هيت، ده هيجين. ذا سراوندنج ميديم جين هيت، لا غلط، ده هيلوز. ذا سيستم جينز هيت، السيستم هيجين هيت، لازم هيت تروح له. صح، يبقى يور انسر والبي سي. اللي بعده بيقول لك فروم ذا ايكويشن. ماشي، مدي لك ايكويشن. اولا الرياكشن ده اندوثيرميك لان الاماونت اوف هيت اتكتبت مع الرياكتنت. It can be concluded that the medium acquires heat. الميديم acquires heat، لا احنا قلنا يا اولاد ده اندو، يبقى السيستم هو اللي هياخد الهيت. heat transfer from surrounding medium to the system. ايوه صح، الهيت اتنقلت من السيستم للسراوندنج. قلنا فكره كوبايه الشاي والجو اللي حواليه. why must chemical equation be balanced
when calculating enthalpy change. ايوه to achieve the law of conservation of energy. الانرجي بتروح فين؟ فلازم اعمل يا اولاد لازم اعمل بالانس للايكويشن علشان اعرف هو الهيت يا اولاد بتروح فين. خلاص كده يا صديقي؟ اعتقد وصلت يا صديقي. طيب يلا بينا. Equal amount of 4 different substances A and B and C and D were added separately to equal amount of acids. يعني ده الاسيدز اهو محطوط هنا، عملت ايكويشن اهو، ده يا اولاد هسميه سيستم. الاي مثلا او البي مع الاسيد سي مثلا نقول اتش سي ال ايا كان يعني. ده سيستم وده سراوندنج، ده سيستم وده سراوندنج. ماشي ركز معايا الكلام هيحلو وهناكل سوشي في الجو. To equal amount of acid and thermometer placed in each of mixture. ماشي حطينا يا عم thermometer. Which mixture is reaction is the most exothermic reaction؟ يا سلام يا سلام على الكلام يا ابو الروقان، يا ابو الروقان يا سلام على الكلام. طيب مين يا ولاد اللي هيسميه exothermic؟ اولا mixture ايه temperature raises. هو لازم يا ولاد الميكتشر التمبريتشر بتاعته تعلى. ليه تعلى؟ لان يا ولاد حصل بيني وبين الحاجه الثانيه رياكشن. لو الرياكشن ده اكزوثيرميك رياكشن يبقى الحاجه اللي معايا التمبريتشر بتاعتها هتطلع لبره، فالسوليوشن التمبريتشر بتاعته هتعلى. طيب حلو تعالى جاوب. يبقى اذا احنا متفقين ان الميكتشر التمبريتشر بتاعتها هتعلى، يبقى دي مش هتنفع ودي مش هتنفع. طب بعد كده بيقول لك هو اعلى، صح؟ بيقول لك اعلى حاجه اعلى موست اكزوثيرميك، اكتر حاجه اكزوثيرميك، اكيد الميكتشر او التمبريتشر بتاعته هتعلى قد ايه؟ ايوه 5 ديجري سيلسيوس اعلى حاجه. طيب which of the following process is always endothermic؟ مين من دول يا اولاد endothermic؟ يعني بيجين هيت. الميلتنج حضرتك عشان تعمل ميلتنج الحاجه لازم تديها هيت، لازم هي عايزه هيت، هتعمل لها ميلتنج ازاي؟ يبقى ده اندوثيرميك. اللي بعده بيقول لك اكزوثيرميك. انا قلت لك الاكزوثيرميك كوبايه الشاي هتطلع الهيت منها من كوبايه الشاي من السيستم اللي هي كوبايه الشاي للسراوندنج اللي هو الويذر اللي بره او الاير اللي بره. طيب بيقول لك هيت ترانسفير فروم سراوندنج ميديوم تو ذا سيستم. غلط. هيت ترانسفير فروم سيستم تو سراوندنج ميديوم. قلت لك ايوه صح، من السيستم للسراوندنج. السؤال ده بيتكرر المره المليون وهيجي لك في الامتحان، ده بالذات هيجي صدقني يجي لك في الامتحان. which one from the following graph represent a reaction absorbed largest amount of energy؟ يعني من الاخر endothermic reaction وابزورب. طالما اندو يبقى هيعلى، اندو يبقى قليل وهيعلى. طب يبقى ده غلط وده غلط. طب ما معنى الكلام ده اندو ده اندو. طب واحد يقول لي طب مين اللي بيابزورب لارج اماونت؟ باين من الارتفاع بتاعها، يبقى اجابتك بي. تمام يا دكتور. نشوف اللي بعده بيقول لك using the chemical equation H2O vapor اتحولت ل H2O liquid. ده طبعا condensation reaction وده exothermic reaction. تمام. بيقول لك then the heat change delta H for condensation of 2 mole of water. إذا كان ال 1 مول يا ولاد 44. ركز، إذا كان ال 1 مول 44 ما بالك ال 2 مول؟ أكيد يا ولاد ال 2 مول هتبقى إيه بقى يا ولاد؟ هتدبل. يعني هقول مثلا إذا كان ده 44 يبقى ده 88. خلاص. ونفس الحاجة هو بيقول لك إيه يا ولاد؟ أيوه بيقول لكم condensation. هو بيقول لك condensation. يبقى يا ولاد الإجابة بتاعتك إيه؟ نيجاتيف 88. يلا يا ولاد اللي بعده. From the combustion equation of the hydrocarbon. اولا يا ولاد ده اكزوثيرميك. عرفت منين انه اكزوثيرميك؟ اهو الهيت طالعه مع البرودكت، ده اكزو. بيقول لك if 84 جرام of the hydrocarbon are completely burned then. نفس الفكره اللي احنا عملناها من شويه يا ولاد. طيب واحده الاول انا هرد عليك واقول لك ايه. حضرتك بتقول لي لما بتجيب 1 مول من الهيدروكربون بتطلع معاك انرجي قد كده. طب ما واحده. طب يا دكتور انت بتقول لي ان ال1 مول
بتخرج انرجي 955. حلو، دي كيلو جول. تمام يا دكتور انا معاك. طب لو انا جبت لك 84 جرام اوف هيدروكربون، انا هسال نفسي هو ال 84 جرام دي يا ولاد عباره عن ايه؟ تقول له اجيب النمبر اوف مولز. طب ما النمبر اوف مولز ايكوال ايه؟ تعال نجيب النمبر اوف مولز يا صديقي. النمبر اوف مولز الماس اللي هي 84 اوفر المولر ماس. المولر ماس يا ولاد تعال نحسبها. 2 كربون يبقى 2 تايمز 12. تمام. الهيدروجين 4 خلي في بلس 4 تايمز 1. طيب دول 24 بلس 4 يبقى دول 28. يبقى 84 اوفر 28 هتبقى ب 3. يبقى عندك 3 مول. خلاص يبقى ال 3 مول ده الرقم اللي هو ادهوني، يبقى انا حولته من ماس حولته للنمبر اوف مولز. 3 مولز هتطلع قد ايه؟ يلا كده يا صديقي هقول له بقى يبقى 3 تايمز 955 ايوه هتطلع 2865. طيب يبقى خلي بالك يا اولاد ده اكزو يبقى سراوندنج ميديم جين سراوندنج جيم الرقم ده لا هو لا the surrounding medium loses. لا هو السراوند ميديم مش هيلوز، لا ده هيجين يا اولاد. السيستم هو اللي هيلوز. the surrounding the reactant lost الرقم ده طب ما هو ده الرقم المظبوط اللي هو 2865. هو ده الرقم المظبوط ده اللي طلعناه على الكالكوليتر. والرياكتنت هتلوست لان الرياكشن ده يا اولاد اكزوثيرميك رياكشن ده اكزو. اللي بعده heat content of water is the sum of amount of stored energy. ايوه هو يا ولاد يعتبر هو الهيت اللي متخزنه في 1 مول اوف ووتر. طب ال 1 مول اوف ووتر يا ولاد عباره عن H2O. طب ما ال H2O يا صديقي عباره عن 2 هيدروجين 2 تايمز 1 بلس الاكسجين 1 تايمز 16. كله ده ايكوال كام يا ولاد؟ ايوه ايكوال 18. يبقى your answer will be B. your answer will be B. اللي بعده بيقول لك by using the following equation of burning octane ده organic compound. حلو. بيقول لك then the change of delta H enthalpy when 4 moles are resulted from carbon dioxide. يا ولاد هقول لكم بس على حاجة. هو لما طلع 16 مول من الكربون دايوكسيد ده كان بسبب ريليز 10900 كيلو جول اهو كيلو جول. طب انا بقى قلت عايز بقى اعرف لو انا طلع عندي 4 مول. هي عايزه واحد يعرف يفهم الكلام ده. لو انت اتحرق عندك 4 مول يبقى هتقول له كروس مالتيبليكيشن. يلا تعالى نحسبها. يبقى 4 تايمز 10 950 00 سوري دي 900 اوفر 16 يبقى تطلع معاك 2725. ايوه وخلي بالك الرياكشن ده اكزو يبقى بالنيجاتيف يا صديقي. يبقى الرقم ده بالنيجاتيف اهو. يبقى الرقم ده بالنيجاتيف. الرقم ده بالنيجاتيف. يبقى ذا تشينج ان دلتا اتش. دلتا اتش لازم تبقى بالنيجاتيف. لازم دلتا اتش يا ولاد لازم تبقى بالنيجاتيف. يلا اللي بعده if the heat enthalpy of reactant ركز HR is 1250 كيلو جول and enthalpy of product يعني ال HR من الآخر أقل من ال H product. يعني ال H product أعلى من ال HR. قلت لك لما تشوف ده يبقى ده كده اندوثيرميك. اندوثيرميك لما ال H product تبقى أعلى من ال H reactant يبقى ده اندوثيرميك. حلو ده اندو يبقى الدلتا اتش بالبوزيتيف يبقى ده اندو يا دكتور. حلو والدلتا اتش بالبوزيتيف يبقى يور انسر. السؤال يا جماعه اتكرر كذا مره. احنا تقريبا قاعدين نحل اكزو واندو لحد ما انا ورمت. يلا نختم بالسؤال ده بقى في البارت اللي احنا شغالين فيه from the opposite diagram of energy the value of delta H. تعالى نحسب يا حبيبي الفاليو اوف دلتا اتش. حبيب قلبي المحترم انت قلت الجزء ده ب 300 وده 500. ما هي الدلتا اتش هي الجزء ده اهو الجزء ده
ده الدلتا اتش. الدلتا اتش تكون كده، خلي بالك، والدلتا اتش هنا هتبقى بالبوزيتيف لان ده هيجين، يبقى 500 ماينس 300 يبقى هنا كام يا اولاد؟ 12. خلاص بس يبقى كده يا مستر 12. طب ال 12 دي ايه؟ سوري 200. ال 200 دي يا اولاد 200 بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ ايوه يا دكتور 200 دي هتكون بالبوزيتيف، يبقى اجابتك هتكون ايه؟ طب انت مش هتكتب ليه؟ ايوه كده اهو، يبقى 200 بالبوزيتيف لان ده اندوثيرميك رياكشن. يلا بينا يا صديقي نخش على الجزء اللي بعده. يلا يا صديقي مكملين معاك بقى البارت نمبر 5. عايز اقول لك ده اخر بارت احنا بنشتغل بيه معاك كده. انت لميت كل الاسئله المهمه، ذاكر بس يا صديقي وسيبها على الله، وان شاء الله بالتوفيق ويكون معاك الفول مارك. امونيا in the liver is converted into. طبعا يا اولاد قلنا الامونيا بتتحول لايه يا اولاد؟ لليوريا. الامونيا بتتحول لليوريا. What is the main function of reabsorption في الكدني؟ ايه فكرة الريابزوربشن يا ولاد؟ removing الويست from blood؟ لا طبعا مش ده. recovering اليوسفول سبستانس زي الجلوكوز؟ طبعا دي واحدة من فوائد يا ولاد الريابزوربشن، انها ترجع اليوسفول سبستانس. urine moves from، حلو قوي، from the kidney to bladder. يا ولاد ركز، اليورين بتتحرك من الكدني تو لليورينري بلادر عن طريق اليوريترز. ايوه اليوريترز، الحالب. طيب اللي بعده evaporation of waste from skin surface help to، بسبب الايفابوريشن بتاع السويت ده بيقلل التمبريتشر، يبقى ريز بادي تمبريتشر لا، انكريز بلاد فيسكوستي لا، ابزورب اوكسجين لا، ديكريز بادي تمبريتشر صح. البايل هيلب ذا disposable اوف، ايوه بيتخلص من الاكسس كوليسترول، مهمه. يبقى اولاد البايل هيلبس تو ايه يا اولاد؟ اسمع، هيلبس تو in the disposal of excess cholesterol. اللي بعده increase the blood acidity caused by carbon dioxide negatively. افكت على ايه يا اولاد؟ البي اتش حساسه جدا، ودي حساسه عند الانزيم. الانزيم اللي عند حضرتك بيتاثر كتير قوي بالبي اتش، فاحنا في حاجه اسمها اوبتيمم بي اتش الانزيم بيشتغل عندها. when there is a disturbance in iron concentration inside the body delicate the vital process such as، ايوه يا اولاد لو في مشكله في الاينز كونسنتريشن اللي هم الصوديوم والبوتاسيوم هيعمل مشكله في النيرف والماسل فانكشنز. The skin has immune functions because it contain أول طبقة يا ولاد. لو تفتكروا احنا قلنا أو الجلد بتاع حضرتك متقسم لطبقات. طب ايه هم يا دكتور الطبقات؟ كنا بنقول ابيديرمس وديرمس والسبكيوتينوس لاير. طيب احنا عندنا هنا يا ولاد ايوه الابيديرم هو اللي من فوق ده، الابيديرم اللي هو من فوق ده هو ده اللي يعتبر الاميون فانكشن بتاعتنا. The activity of sweet gland directly proportional to الاماونت اوف بروتين كونسيوم؟ لا. امتى السويت جلاند تشتغل مع الكدني سايز؟ لا ملهاش علاقه. طيب decrease البريسنج ريت؟ لا غلط، هو increasing التمبريتشر. التمبريتشر هيزيد، الواحد درجه الحراره تزيد، السويت جلاند تشتغل. which of the following illustrates the dual nature of metabolism؟ يا اولاد الميتابوليزم كاتابوليزم وانابوليزم الاثنين مع بعض. طيب muscle contraction and relaxation؟ لا. inhalation and exhalation؟ لا. nerve impulse transmission؟ غلط. protein synthesis and glucose breakdown؟ ايوه، حاجه تتكسر وحاجه تتبني. which of the following shows the importance of excretion in homeostasis؟ ايه فايده الاكسكريشن؟ preventing accumulation of harmful byproduct، يعني طبعا دي اهم حاجه، ان هو يمنع تراكم الحاجات الهارمفول زي اليوريا زي الكربون دايوكسيد. the layer that contains السويت and hair follicle. ركز معايا يا صديقي، مين يا اولاد الهير ده؟ اللاير اللي بتكونتين ده كله، ايوه اسمها الديرمس. اسمها ايه يا اولاد؟ الديرمس. the relationship between the liver and the kidney in a dealing with protein. هو انا شايف طبعا الليفر يا اولاد، لو انت فاكر الليفر
كان بيكسر البروتينز يحولها لايه؟ يحولها لامينو اسيدز، والامينو اسيدز تطلع من الليفر، خلي بالك تتحول ليوريا، تطلع اليوريا على طول من الليفر على الكدني. تعال نشوف كده، بيقول لك ذا كدني بريك داون البروتينز اند ليفر اكسبيل ذم. لا العكس. طب ذا ليفر كونفيرت امونيا انتو يوريا اند كدني اكسكريتد ات. ايوه يا صديقي دي صح، دي صح. The accumulation of metabolic waste directly lead to increase rate of catabolism. لا. decrease in a temperature. لا. increase efficient cell. لا غلط. disturbance of chemical balance of fluids. ايوه يقدر يعمل ده، يعمل disturbance في الكيميكال، يعمل خلل يا اولاد في الكيميكال بالانس اللي جوه جسم حضرتك. The subcutaneous layer function as barrier against microbes. لا. هو البارير دي قلنا عليها الابيديرم. فلتر اوف بلاد. لا. سيرمال انسلتر. دي تو فات كونتنت. ايوه هي الطبقه العازله. 16 the accumulation of bilirubin in a body lead to ايه يا اولاد؟ lead to jaundice اللي هي الصفرة. لما تزيد البايل جوه البيليروبين جوه جسم حضرتك ده يعمل لي ايه؟ يعمل لي الجوندس. 17 which excretory organ would be most affected when consuming foods containing dyes. مين اول حاجه هتتاثر؟ الليفر. كله بيعدي على الليفر اهو، كله بيعدي على الليفر. انت شويه كلت شويه اكل وشويه الاكل دول هيعدوا عليك. رقم واحد لازم يروح على الليفر، لازم يروح على الليفر. ammonia is a waste product resulting from breakdown of ايوه الايه يا اولاد؟ الامينو اسيدز. which of the following organ contribute to regulate both body temperature and salt. body temperature يا اولاد ركز، مين من دول يريجوليت البادي temperature and salt؟ اكيد هو السكن، اكيد يا اولاد السكن. which of the following metabolic waste its accumulation increase blood acidity؟ هو في غيره اللي معذبنا كلنا كربون دايوكسيد، ده يا حبيب قلبي بيقلل البي اتش. ميتابوليزم از ا بروسيس. كاتابوليزم اونلي لا، انابوليزم اونلي لا، دي الاثنين مع بعض. كاتابوليزم انابوليزم. when examining urine sample from patient it was found to contain large amount of glucose. عنده مشكله الراجل ده. this may indicate، ده كده الدنيا فاتحه خالص. indicate to the effect، هو عنده مشكله في الري ابزوربشن يا جماعه، لان الجلوكوز يا اولاد كان بيرجع بالري ابزوربشن. طب يا مستر دلوقتي الراجل بقى بيطلع كل الجلوكوز اللي في جسمه، يبقى عنده مشكله في الري ابزوربشن. برافو. an increase in a concentration of sodium ion in a blood directly effect على، هي effect على ايه؟ الريت اوف بريثنج. لا. وجود الصوديوم بكميات كبيره ده هيأثر على الكدني اكتيفيتي، هيأثر على الكدني اكتيفيتي. a breakdown of hemoglobin resulting from destruction of old red blood cells produces the substance of bilirubin. ايوه bilirubin، الهيموجلوبين يطلع البيليروبين. the relationship between catabolism and metabolism catabolism and metabolic waste product. طبعا كل ما يزيد الكاتابوليزم بيزيد الميتابوليك برودكت. دايركت صح، هي دايركت تمام. increase the catabolism increase waste product. ايوه هي دي الاجابه بتاعتنا. وبكده يا صديقي اكون تقريبا لميت لك كل الاسئله المهمه اللي ان شاء الله مش هيطلع براها الامتحان. ما تنساش يا صديقي تركز في كل كلمه احنا قلناها، وتجيب ورقه وقلم كده وتكتب النوت. ونشوفكم على خير، بالتوفيق ليكم. استنونا في مراجعات وشغل كبير ان شاء الله على قناتنا على اليوتيوب الدحيح ان كيمستري. ونشوفكم على خير. دكتور كرولوس ناروس، ربنا معاكم يا شباب، اشوفكم بالتوفيق.